السلام عليكم. النهارده هنعمل بطاطس بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. لو اول مره بتشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناه وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نسمي بسم الله. معايا بطاطس مسلوقه غسلها كويس قوي، انا عاملاها بقشرها. هقطع البطاطسيه 4 وهجيب طاجن او صينيه وهدهنه زيت كويس قوي وهرص فيه البطاطس. طبعا كلنا عارفين البطاطس القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا، وهنعملها بطريقه حلوه وسهله قوي هتعجبكم وخفيفه. هرص البطاطس كلها بالشكل ده. معايا ربطة من الكزبرة الخضراء، هقطع العيدان بتاعتها واخد الورق بس. هقطعه صغير كده، ممكن اعمله في الكبة. معايا معلقتين كبار زيت، هضيف عليهم من الكزبرة الخضراء ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم مع معلقة ملح صغيرة. معايا من كل حاجة نص معلقة من التوابل، نص معلقة شطة وكمون وكزبرة وزعتر وفلفل اسود. الخليط ده هيخلي طعم البطاطس في حتة تانية، هتعجبكم قوي. هتنفع نعملها سندوتشات، ممكن نعملها جنب طبق مكرونة بالصلصة وحبة سلطة، طعمها بيبقى تحفة. هدهن بقى وش البطاطس كلها. عملنا قبل كده البطاطس الكروكيت وعملنا اصناف حلوة وحادق. انزلوا صندوق الوصفة هتلاقوهم وهتعجبكم قوي، قولوا رأيكم في الكومنتات. هدخلها على فرن متسخن، هحطها في الرف اللي في النص. هشغل الفرن من تحت وهشغل الشواية. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل ده هطلعها على طول. بصوا بقى الريحة بتاعتها تحفة. متحمرة من فوق ومتحمرة من تحت، بصوا جمالها ولا طعمها خطير. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات. حاجة كده خفيفة وطعمها حلو، ما خدتش معانا وقت خالص. بصوا حاجة تحفة روعة. باي باي.